ما بين الاتنين، وممكن تقطعوه يعني تقطيع اصغر من دي. انا بعمل على حسب رغبتي او على حسب الحاجة اللي انا بحبها، فكل واحد يعمل على حسب رغبته. ببتدي ان انا اشوح فيهم كده علشان ياخدوا التشويحة مع بعض، لان ده بيخلي الطعم احلى. ماشي، عن ان انا اسيب البصلة تتحمر واحط الفلفل في الاخر. وجربوا وشوفوا الطريقة اللي تعجبكم برضو واعملوا بيها. هنا بحضر التوابل بتاعتي وبنزل بيها برضو مع هنا عشان تتشوح وتاخد تشويحة وتحميص. التوابل مكتوبة قدام حضراتكم اهيت. ماشي، وممكن تستخدموا التوابل اللي على حسب رغبتكم. دي التوابل اللي انا بستخدمها بس. تمام. نسيت بس اقول ان انا ضفت كمان ربع معلقة من 7 بهارات. تمام، دي نسيت ان انا اكتبها بس قلتها دلوقتي. ببتدي اشوحهم. فطبعا التوابل لما بتنزل مع البصل والفلفل، اي حاجه فيها بصل بتتبليه وانتي شغاله بيبقى الطعم بتاعه افضل. تمام. ببتدي ان انا اشوحهم دلوقتي. ريحه التوابل بتبتدي ان هي تطلع وتعمل ريحه. ماشي، وتبتدي تحسي ان ليها ريحه شامخه كده. تمام. هبتدي بقى ان انا اسيب البصل يتحمر هو والفلفل مع بعض. طبعا عشان ده بصل ابيض فلونه ما بيغمقش يا جماعه زي الاحمر. ماشي، ويشد ويحمر كل حاجه. اول ما بيوصل في مرحله السوا ببتدي انزل عليه بشفشق الطماطم اللي انا كنت ضرباه، اللي هو كان كيلو طماطم متقطعه مع قرن فلفل مع فص ثوم. وده هيديكي طعم حلو قوي قوي في تسبيكه المحشي. وجربي لو انتي ما بتعمليش الخطوه دي، الناس اللي بتجربها عارفه ان هي بتخلي طعم الحاجه احسن. طبعا انا بقى هقلبها دلوقتي وهسيبها خالص تتسبك على نار هاديه. طبعا لما تتسبك على نار هاديه بتبقى احسن من ان هي تبقى متشعوطه كده على طول وبتتعمل بسرعه. تمام. هنا عندي الكوارع اهي. بصوا شايفين الشوربه رايقه ازاي؟ هي هنا بتغلي. بعد عليها الربع ساعه اللي انا رحت عملت فيهم التخديعه. ودلوقتي هبتدي اوطي عليها واسيبها تغلي على نار هاديه، لان هي بتاخد وقت كبير جدا. يعني هي خدت معايا من 5 ل6 ساعات مثلا على نار هاديه. هي الكوارع كده بتاخد وقت. ماشي، هغطي عليها واوطي خالص. وزي ما انتم شايفين الشوربه رايقه ونضيفه، لان انا نزلت الزفره والريم في الاول. هنا خلاص هنا التخديعه بتاعتي بدات ان هي يعني تغلي وبدات تخش في مرحله السوا. هقلبها دلوقتي وهسيبها خالص واروح اجهز الرز بتاعي. هجيب هنا كيلو من الرز، هنقيه وهغسله كويس واصفيه من الميه. وهبتدي ان انا اتبله بنص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسمر. ماشي، وممكن احط عليه كاري، ممكن احط عليه كزبره ناشفه لو انا عايزه. وفي ناس بتحط بصلايه مفرومه في الخطوه دي. انتي حسب رغبتك. انا بحط ده، يعني دي طريقتي انا او انا بحبه بالتست ده. انا بقولك برضو واللي يعجبك في المعلومه خديه. تمام. بفضل ان انا اقلب الرز كده وبكون حطيت عليه معلقتين زيت عشان يفرفروه. ودي الخضره بتاعتي. ببتدي ان انا بعد ما غسلتها